ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد وهتكل على الله، هتوكل على الله لا مؤاخذه. وهروح المستودع اهوت علشان استلم العربيه. انا مش عارف ايه العربيه اللي انا هاخدها النهارده. هم عندهم 3 انواع، مرسيدس وعندهم الرام اللي هي الدوج وعندهم الفورد اللي انا كنت سايقها اخر يومين. فانا ما جربتش المرسيدس وما جربتش الرام ومعرفش انه عربية هاخدها يعني. عملت القهوة في كوباية السواقين، قلت اشربها كده ايه واتمزج وبعدين اتوكل على الله. وصلت اهوت، بصوا العربيات كلها هي تركنا. اروح بقى اركن هناك كده في مكان زي بتاع المرة اللي فاتت. النهاردة هاخد عربية رام مش فورد. هي الفورد كان الامكانيات اللي فيها كانت افضل، بس ديت شغالة يعني. محدش نضفها تقريبا قبل كده ولا ايه، معرفش. هنجربه ونشوف. في عنكبوت هنا اهو، شايفينه. النهارده هنقفوا حاجة و60 مرة، مش عارف 67 أو 68. ومعانا 5 شنط، وشنطة فيها 19 وشنطة فيها 14 شنطة فيها 18 16 دولت حاجات جوه الشنط. ومعانا 15 كرتونة كده بتكون بره الشنط يعني. وعندنا 10 أماكن فيهم عمل أو بيزنس، اللي هو مثلا محلات، فاهم، شركة كده يعني. والباقي كله هيكون بيوت يعني على ما أعتقد. هنشوفه على الطريق. وإن شاء الله اليوم النهاردة يبقى جميل وحلو يعني مع بعض زي ما قلت في أول الفيديو. لقيت تفاعل جميل على الفيديو الأولاني، يعني الناس حابة تتفرج على الحاجات ديت. انا شايف ان هي حاجه كويسه، علشان كده الناس بتشوف حاجه جديده يعني، غير العبث اللي احنا بنشوفه على الانترنت كل يوم. وان شاء الله كله يحقق كل اللي نفسه فيه دلوقتي او فيما بعد يعني. الحلو بقى في العربيه الدوج ديت، انت لما بتحط العربيه على البارك هنا، الهاند بريك بترفع لوحدها. دي حاجه كويسه يعني، بدل ما انا اقعد اتك على الزرار افتحها واقفلها، فهي بتفتح لوحدها يعني. المفروض انا واقف هنا شويه لغايه ما اقول لنا خشوا، انا والصف اللي احنا فيه ده، عشان احنا بعد الناس اللي لسه داخله دي بيعملوها بنظام يعني، بيحبوا ينظموا الدنيا. انا عايز اجيب حته قماشه كده واحاول امسح التراب ده، عشان ما بحبش اقف عربيه فيها تراب بصراحه، محدش بينضفها ولا ايه. انا حطيت كل حاجه اهي، وبعدين الطلب اللي هناك دوت كله رايح مكان واحد. الكراتين الكتير دي كلها اللي هناك كده. ايه الكلب ده؟ ده كلب متسول ده ولا ايه؟ يعني ناقصاك؟ مش كفايه الكلاب اللي انا بشوفها؟ انا وصلت هنا عند اول دليفري، هنزل الطلب هنا. هو دوت اللي احنا هننزلوه، المفروض ننزلوه هنا. ثانك يو. خلاص نزلته. يلا نروح نودي الطلب التاني. يا كلب، ايه اللي موقفك هنا؟ قبل ما نروح نودي الطلب التاني، انا لازم ارص الحاجات ديت رصه مظبوطه، عشان لما اوصل انزل على طول. على فكره العربيه ديت اريق من العربيه التانيه اللي هي اللي خدتها امبارح، اللي هي الفورد. بس بقى الفان ديت افضل يعني، حاسسها اخف وافضل يعني. بس عايزه وش نظافه، عشان تقريبا محدش نضفها قبل كده ولا ايه، مش عارف. وشوا الطريق دوت. احنا داخلين الشركة اللي هناك ديت. لسه منزل طلب هنا جوه، فانا كنت بتكلم معاه، بقول له انتوا بتصلحوا هنا المواتير؟ عشان شايف مواتير جوه كبيرة يعني. قال لي دي مدرسة ميكانيكا لتعليم تصليح المواتير الديزل، فاهمين؟ اللي هي الكبيرة أوي، اللي هي زي في موتور أصفر أهو شايفه ورا العربية. فدي مدرسة يعني بيعلموهم ازاي يصلحوا المواتير اللي هي زي ديت كده، شايف اللي هي الصفرة ديت. فكان ناقص يعني، جه ساعدني عشان كان معايا 9 حاجات، ترابيزات كده كبيرة وكراسي. فهو طلع ساعدني، قعدت اتكلم معاه شوية، وبيقول لي يعني احنا بنعلم الطلاب هنا يصلحوا المواتير الكبيرة يعني. هنزلوا الكرتونتين دولت في البيت ده دوت، مكتوب عليه ان هو تقيل شويه، بس مش تقيل قوي يعني. وريني كده. هو الافضل ان انا اخد دوت وارجع اخد التاني، عشان ايه ما وقعهوش. شكلها حاجه غاليه يعني. ما شاء الله، بصوا الارض قد ايه تبع البيت. ايوه
كل الارض ديت تبع البيت ده. احطه ده هنا واروح اجيب له الصندوق التاني، الرهوان التاني مش الاولاني. علم امريكا بيرفرف. وده تبع البيت، المبنى اللي ورا ده يبقى حاجه شبه جراج كده او ستورج، تحط فيه حاجات زياده، ممكن يكون عامل جوه قاعده حلوه كده يعني. والصندوق ده كده فاضل لنا صندوقين، وباقي الحاجه بقى بتبقى حاجات صغيره. يا رب الجو يبقى مشمس كده وجميل كده على طول، ويحصل ايه شتاء. بس المشكله في التلج صعب يا جدعان، شكله حلو بس صعب. بس كده ايه زي الفل. ناخد الصورة الجميلة، ادي الصورة الجميلة بس كده. يلا بينا. الولد اللي كان بيمرني اول يوم قال لي ان العربية الرام اللي هي ديت مش افضل من الفورد، بس انا شايف ان هو بصراحة وقعت منه الحتة ديت، عشان انا شايف ان دي افضل كتير جدا. الرام دي افضل كتير جدا من الفورد. يلا بينا نكمل. مراتي النهارده بقى ايه قالت لي انا حطيت لك اكل تاني في الشنطه. انا الشنطه بحط فيها حاجتي، وهي بتصحى الصبح بدري يعني قبليه، فبتقول لي انا هحط لك اكل يعني، فاقول لها ماشي. فهي بقى ايه بتخترع كل مره تحط لي فلفل، حاجات كده غريبه. انا مش عارف هي النهارده حاطه ايه، فانا بتفاجئ زيكم يعني. فهنشوف شويه كده ايه، وافتح الشنطه بعد بس ما انزل شويه حاجات عشان ايه الدنيا تفضى كده، ونشوفوا يا المعلمه حاطه لنا ايه. المكان دوت بقى في الايام اللي هي فيها تلج، فبيعملوا معسكرات هنا عشان الناس اللي هي بتتزحلق على الجليد وكده، بيتزحلقوا من على الجبل. فهم بيجوا هنا يعملوا بقى زي معسكر وكده ويتعرفوا على بعض. الناس تيجي من جميع انحاء العالم فيتعرفوا على بعض وكده، وبيقعدوا في المباني ديت البني ديت. البيت دوت برضو ليه صندوق من الصناديق اللي هي. يبقى كده فاضل لنا صندوقين كبار وخلاص. ياه بصوا البيت اللي في الوش دوت متول، عامل زي اسكندرية. بس احلى صورة على عيونكم. مش عارف اللي كان ماشي بالعربية دي قبلي كان ماشي حاسس ان هو دخل في ناموس، حاجة غريبة. ومعانا حاجة ننزلها في البيت ده، بس بص المنظر من هنا ما شاء الله. يعني انت بتطلع ممكن تيجي تركب المركب ديت اللي هي هنا ديت، وتقعد بقى ايه في المية كده. شوف ممكن يكون هو حاطط فيها سمك، يقعد يصطاد شوية ويرمي السمك تاني عشان يتعافي. ايوه جميلة يعني ما شاء الله. ممكن نلف من فوق بقى هنا، ندوروا على الكلاب. هي عايزة صندوق من الصناديق. انا معايا 2 صندوق، هو واحد فيهم يعني، يبقى لسه معايا 2 كده. ما شفتوش ده صغير اهو. نحطه بقى ايه عند البتاع هناك. حلو كده، ممكن نسيبه هنا بس زي الفل. الناس اللي مش عارفه العربيات الرام هي نفس الشركه بتاعه الجيب. العربيه الجيب وبتاع اللي عندنا في مصر هي نفس الشركه، بس هم عندهم 3 انواع. في كلاب بره وشكلهم. يلا بينا ارجع يا عم، ارجع خلاص. في الحاله ديت انا هعمل سكان للدليفري، هقعد شويه كده اجرب ان لو في حد يطلع ياخده مني، وما فيش حد هعمل اللي انا في مكان مش امان يعني، وهرجعه. زمرت لهم يمكن حد يطلع، مفيش حد طلع. هدي اعضائك. احاول اتصل بيها. ما بيردش. هعمل ان هو في كلب ومش عارف انزل الحاجه كده. انا عملت ريبورت ان هو في كلب، عملت ان في كلب وما نزلتش الحاجه كده. لما بخلص بقى برجع الحاجه ديت تاني.
خلاص يا عم انا ماشي بقى، ارجع بقى ارجع بقى ارجع والله. بس انا عملت اللي عليا يعني. ادينا ماشيين مع بعض اهوت، بنونس بعض وبنتفرج على الطريق وبنتفرج على الحلاوه والجمال والخضار ده كله. بص شايف الطريق عامل ازاي والدنيا متكركبه وبتاع. بص بقى البيت اللي جوه اللي انا داخل له عامل ازاي. اتفرج يا سيدي. الطريق حاجه والبيت حاجه تانية خالص، فرق رهيب. يا لهوي بص العربيه ديت. ايوه من ايام سيدي الحلي. دي عربيه زي عربيات الكساحه. معايا حاجه هنا هنزلها في البيت دوت. ايوه شفت العربيه اللي احنا شايفينها دي وانا راجع نبص عليها بصه كمان. خلاص نزلت الحاجه عند الست اللي هنا، كانت ست نايس جدا بصراحه، وقلت لها انا عاجبني قوي التراك دوت. بتقول لي اللي بيجي في الافلام القديمه. بص فورد. ايوه فاكر زمان. ايوه هو دوت التراك اللي كان بيطلع في فيلم رونج تيرن. ايوه هو ده. بص الونش في ورا ونش اهو، شكله جامد جدا. بص هل دوت يبقى شغال؟ تفتكر يشتغل لو حد يهتم بيه يعني يشغله تاني؟ وايه المكنه ديت؟ بص هتلاقي مكنه قديمه كان بتنقل الحاجه. يعني الواحد بيتفرج على حاجات جديده اول مره يشوفها يعني، سبحان الله. وبص بقى زي ما بقول لك الدخله غير اللي عند البيت جوه خالص، مختلفه. شايف؟ سبحان الله يا اخي، الواحد بيشوف مناظر جميله، حاجات طبيعيه، فاهم؟ كل الحاجات دي طبيعيه ما دخلش فيها صنع انسان غير بس ان هو قص النجيله ديت. بص شايف؟ احنا المفروض هننزله كده بقى الجبل دوت. الحته ديت بقى عايزه سواق قاتل على راي اللواء وليد السيسي. قال لك سواق قاتل عيل مجرم. بص المنظر عامل ازاي. هننزله من تحت كوبري كده، الكوبري اللي انا بقول لكم عليه. بصوا كوبري فين. احنا نزلت المسافه دي كلها من فوق. ايوه بص الميه دي. في كباري اطول من ده بكتير، ده كده قصير ده. بص احنا في السنتر اهو تحت. هنطلع فوق تاني بس من الناحية التانية بقى. معايا 5 حاجات هنزلهم عند البيت دوت. 3 صناديق وكيستين كده صغيرين. في كلاب هناك بس تقريبا محبوسة مش عارف. وقفت شوية كده اشوف في حاجة كلاب هتيجي ولا لأ، مفيش حاجة جت فنزلت. في فراخ هناك. ايوه ايه الموتوسيكلات دي؟ الموتوسيكل ده كنت بأجره من عند واحد اسمه الزعبلاوي وانا صغير. الصورة الجميلة اهي. الموتوسيكل ده كنت بأجره من عند واحد اسمه الزعبلاوي عندنا. كان في موتوسيكل اللي هو البطة ولا الفطوطة ده برضه كنا بنأجره زمان. ايوه كانت الربع ساعة ب5 جنيه، مش عارف 2 جنيه ونص. ايوه على دي ايام. كنت بتأجر العجلة بتاعتك ولا الموتوسيكل الفيسبا. كنت بتأجرها عند واحد اسمه ايه عندك في الشارع. تعالى بقى ايه نشوف مراتي جابت لنا ايه النهارده. يا ترى ايه يا ترى؟ موزة و2 بار وفراولة. ماشي شغال احسن من امبارح بكتير. فانا هحط هنا بقى ايه عشان اتسلى عليهم. وهات ده والتفاح اهم حاجة. عشان نبقوا جاهزين كده ومستعدين. فاضل لي اخر 2 دولت والصندوق دوت وخلاص كده. يلا بينا. هو بيقول لي خد بريك، بس انا البريك بتاعي هاخده وانا سايق، يعني هاكل وانا سايق كده. المفروض ان انا كده خلصت كل حاجه معايا.
تعالى يا باشا، لا مؤاخذة لا مؤاخذة، خش. خلصت كل حاجة معايا، كنت بس مدي انتظار عشان كنت برجع، وبعدين راجع دلوقتي للستيشن او الوير هاوس او المستودع. وبعدين انا معايا 3 حاجات في العربيه، الواحده بتاعت الكلب دي اللي انا رجعت علشان ما عرفتش انزلها من الكلاب، وواحده بتاعت واحده ست حاطه عنوان غلط، والتالتة انا لقيتها في العربيه، معرفش ايه مصيرها ولا جايه منين ولا راحت فين، فلقيتها كده في العربيه بس. وبعدين دلوقتي انا راجع، وانا راجع هوقف في بنزينه احط شويه بنزين. العربيه على النص هتوصلني، بس هو بيقول لك يعني لما تخلص حط بنزين عشان السواق بتاع بكره، اللي هو لو في سواق استلم العربيه ديت الصبح يبقى مش محتاج ان هو يقف يحط بنزين، فهي العربيه فيها بنزين، فاهم؟ ومحتاج ان انا اخش الحمام، ومحتاج ان انا لو في زباله اخدها ارميها في البنزينه كده يعني، فاهم؟ الحاجه اللي كانت مضايقاني النهارده الازاز معفن، وانا مش بحب اصور العربيه الازاز بتاعها معفن، فاهم؟ مش بحب اتفرج انا كده واصور واعمل، فانا ديت غلطه مطبعيه مني ان انا ما نضفتش الازاز الصبح كده مسحه، بس ماشي يعني، لعله خير ان شاء الله. بص الميه ديت الناس هنا بتيجي تركن وتتجول بقى، تخش تمشي جوه. دخلت الحمام وظبطت الدنيا، دلوقتي بقى ايه، محتاج ان انا احط بنزين واظبط الحاجات جوه العربيه علشان لما اروح هناك انزلها على طول. ادي الحاجات اهيت، اطبقهم في بعض، لو في اي زباله اخدها ارميها. دولت ال3 حاجات اللي المفروض اللي انا هرجعها. كده حطيناهم في بعض اهمت كده زي الفل. ممكن نحطوا دولت هنا عشان انا برجع الحاجات اللي هترجع بحطها جنب الشنط دي، فايه نحط كله مع بعض. ونجيبوا ايه، نجيبوا حاجه لا بهزر معاكم كده ونجيبوا ديت جنب الباب عشان اول ما نوصل انزلها على طول. بس نقفلوا العربيه ونرموا الزباله. التفاح الجميل اهو نرموه هنا، وبعدين نشغله. في حاجه لازم اعملها على التليفون بتاع الشركه علشان نحط بنزين، يعني بخش على الابليكيشن كده عندهم علشان افتح الكارت اللي هو بتاع البنزين. والله العربيه الرام ديت تضرب الفورد زي ما قلت بالجزمه القديمه، تديلها علقه كده. عربيه ناشفه قويه، والتانية بحس ان هي مايعة كده مش ماسكة نفسها، واخد بالك؟ خلاص خلصنا. دوت شيك عطاهولي علشان انا اول الاسبوع اللي فات كان عندي يومين تمرين، جيت بس 5 ساعات في يوم وبعدين 6 ساعات في اليوم اللي بعده تقريبا. العربية هناك اهي. وبعدين فهو عطاني دوت، يعني دولت حق التمرين لما بتمرن. لما اتمرنت، فهو اللي بيتمرن هنا في اي شركة فليه بياخد حق التمرين، يعني حق الساعات اللي هو اشتغلها. وبعد كده القبض بيخش بقى دايركت على البنك على طول. هو بس اول حاجة بيشوفوا بس الاول انك بتشتغل ولا ما بتشتغلش، ولا بتلعب ولا لا كده يعني، فاهم؟ والحاجة التانية عطونا شورت، ما كانش بيجيبوا شورتات، عطوني شورت اهو امازون، وبتقول لي كمان اسبوع كده هيجيبوا كابات. يعني دي امازون، صناعة امازون، معرفش. بص حتى الزرار عليه امازون، ماشي شغال. قالت لي لو صغير او كبير هاته بكرة الصبح وخدوا واحد مكانه بمقاسك يعني. قلت لها خلاص ماشي. قشطة يا شباب، دوت كان يوم النهاردة، كان يوم جميل الحمد لله عدى على خير.
وكل حاجة كانت ماشية تمام الحمد لله، نحمده ونشكر فضله. استنوني فيديو جديد ان شاء الله يا شباب، دمتم سالمين. يلا السلام عليكم.